الناس كلها تعرف لوحة الموناليزا، لكن مش الكل يعرف انها مش بس لوحة مشهورة. دي واحدة من اخطر واغرب الاعمال الفنية في التاريخ. اتقال عنها انها مسكونة وملعونة، وفي ناس بيقولوا فيها روح حقيقية. ليوناردو دافنشي اشتغل على اللوحة دي اكتر من 4 سنين، وكان بيرفض يسلمها لأي حد، وفي الآخر خدها معاه فرنسا ومات وهي معاه. في علماء قالوا ان دافنشي خبى رموز سرية جوه عيونها، واستخدم تكنيك اسمه سفوماتو. ده بيخلي الملامح ضبابية وغامضة عشان تحس ان عينيها بتتحرك، وفعلا هي بتتحرك. في سنة 1911 واحد سرقها من متحف اللوفر، كان عايز يرجعها لإيطاليا، لكن بعد ما اتقبض عليه قال انا ما كنتش لوحدي، كنت بحس ان اللوحة بتكلمني. وبعد خروجه مات فجأة. في سنة 1974 مصور امريكي كان بيعمل فيلم عنها، وبعد ما صورها من قريب حصل له نزيف في عينه اليمين وفقد البصر فيها بعد ايام. الأطباء قالوا إن مفيش سبب طبي واضح، لكن الغريب إنه كان المصور الوحيد اللي دخل أوضة العرض لوحده. عاملة نظافة في اللوفر سنة 1997 قالت إنها شافت وش بيتحرك جوه اللوحة، ولما قربت سمعت همس بصوت ست بتضحك. بعدها فقدت الوعي وتم نقلها لمستشفى الأمراض النفسية لمدة أسبوع. في دراسة فرنسية ظهرت سنة 2003 قالت إن 91% من اللي وقفوا قدام اللوحة أكتر من 3 دقايق شعروا بعدم راحة أو دوخة مفاجئة. وفي حالات فقدان وعي حصلت في نفس القاعة، بس مفيش تفسير طبي واضح. تفتكروا فعلا الموناليزا فيها لعنة، ولا سر مخفي مدفون من أكتر من 500 سنة؟ في كل الأحوال ما تبصش فيها كتير، لأنك مش هتكون متأكد هي بتضحك لك ولا بتضحك عليك.